الزمالك امبارح خسر 3 أهداف. جمهور الزمالك، جمهور مصر اللي كان بيتابع، ما كانش سعيد بالأداء، ما كانش سعيد انه 3 أهداف. كنا يعني اقصى حاجة 1-0 2-0. ماشي. الزمالك امبارح لماذا خسر الزمالك؟ امر جمهور الزمالك البعض، مش كله عشان يعني ما حملش الجميع، انه السبب رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور. ليه طيب؟ لان هو اللي كان فيه لعيبه كويسه باعهم، او لعيبه كويسه سرحهم، او الى اخره. طيب ماشي. انت عارف الزلزال اللي حصل في اليابان؟ نعم، تسونامي. انا سبب. بص يا بيه، نمرة 1 انا بطمن جماهير الزمالك المحترمه ان شاء الله باذن الله بامر الله بفضل الله الكاس للزمالك والمصري. نمرة 1. نمرة 2 حضرتك عايز تتكلم عن الاسباب، انت خرجت السياسه عن الرياضه. لا، السياسه داخله في الرياضه دلوقتي. ليه بقى؟ اول حاجه انا عندي 9 لعيبه من اللعيبه دول كانوا مع منتخب سافروا الكونغو ورجعوا يوم ورجعوا تاني على جنوب افريقيا. مش عايز تهدي حيلهم؟ وانت ممكن تقول لا مش هوديهم الكونغو، انا اسف، ما انا عندي برضه ماتش عشان ما حدش ينطق، عشان ما حدش يتريق. 9 لعيبه من عندي سافروا مع منتخب الكونغو، وكان في 4 تقريبا منهم بيلعبوا وكسبوا وحققوا انتصار محترم وكسبوا. أيوة. ورجعوا للصبح تاني يوم سافروا. انت هو ده مش بشر؟ ده مش يتهد حيله؟ وعندي 5 كانوا في المنتخب العسكري منهم احمد توفيق ما اتكلمش. ده رقم 1. رقم 2 لما يكون عندي بسم الله الرحمن الرحيم اهو، اتفضل يا باشا تاني عشان البلد بس تفوق شويه. عندي ده تقرير جاي من الجهاز المركزي للمحاسبات، بيقول ان ممدوح عباس رئيس النادي السابق اهو الصفحه اهي اهدر على خزينه الدوله 984 مليون جنيه. علاقه ايه ده بالماتش؟ هقول لك ليه، ما انا ثانيه واحده بقى، ما انا جاي لك اهو. وده زمان، وحجز على حساباتي زمان مش دلوقتي. لا ليه؟ وحجز على حساباتي في البنوك. اللعيبه عايزه تسافر، اجيب منين؟ انا بقول لك اهو بقى، مش حضرتك بتسالني؟ مش اللاعب ده عايز فلوس؟ مش ليه مستحقات؟ خلاص سيد رئيس الوزراء امر ان احنا نصرف 5 مليون جنيه، وقال لي سيد الشباب يديهم 5 مليون جنيه عشان اللعيبه تسافر. وحضرتك السفريه دي بتتكلف، يعني انا عندي فريق كره اليد المفروض يسافر